ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا قبل ما نبدأ نصلي على النبي طبعا عشان ناخدوا حسنات مع بعض كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هي النهاردة ايه؟ أكلة سهلة وبسيطة وسريعة سريعة خالص بجد، ما فيهاش أي وقت خالص، في 10 دقايق هتلاقي نفسك ايه عملتيها. طبعا هنا معايا نص كيلو صدق، قطعته حتت صغيرة الصراحة، مش هسيبه الواحدة بوحدتها، بيبقى اسهل كده للعيال وهي بتاكل. ومعايا بصلتين كبار برضو قطعتهم اهو، عايزه تبشريهم مفيش مشكله. والتوابل بتاعتنا ملح، فلفل اسمر، كمون، توم بودره، بصل بودره، بس مش اكتر من كده. وهندعكوا البصله حلوه قوي كده بالتوابل، هنتبلوها كده. ومعانا فلفل الوان اهو. والبطاطس طبعا مقطعاها شرايح، ولا هي رفيعه قوي ولا هي تخينه، عشان ما تاخدش وقت في السوا معاكي، وسط كده معقول. وعصير الطماطم طبعا اساسي اهو. انا بصراحه بحبها بالصلصه بتاعت الطماطم، ما بحبش ابشر الطماطم عليها كده، لا بيحبوها بالصلصه. واجي الصدوق بتاعنا اهو، زي ما قلت لكم بحب اقطعه كده. وهنقلبه كل ده بقى ايه معانا كده، عشان كله كده ياخد ايه من طعم بعض كده. بس كده. واحط بقى البطاطس. ايه رأيكم بقى في الاكلة السهلة دي؟ ما اخدتش وقت خالص، وانتي قاعدة كده هتقطعي البطاطس والصدق والفلفل بس، وهتقومي تعملي العصير الطماطم في الخلاط، وخلاص كده يبقى خلصنا ايه الاكلة بتاعتنا. هنعمله جنبها شوية رز وخلاص. عايزين تاكلوها بالعيش وجنبها شوية سلطة كده، مفيش مشكلة. انا بديكي ايه الفكرة وانتي ايه بدعي بقى فيها اهو. بس كده. هديلها بقى تقليبه برضو كده عشان البطاطس ايه اهو. بصوا، هحط بس شوية مية كمان اهو، بس مش اكتر من كده. بصوا هديلها تقليبه برضو، واحاول كده اطلع ايه الصدق من فوق الوش اهو. طبعا انا زودت ملح بعد كده، انا لقيتها عايزه لسه ملح فحطيت وقلبت، مفيش مشكله. نطلعه الصدق بس كده فوق اهو. ايه رايكم بقى؟ ما شاء الله اهو، ما اخدتش وقت خالص. وهنرص بقى الفلفل اللي احنا سيبناه في الاخر كده يدي شكل معانا كده في الصينيه. هحط بقى ايه معلقتين سمنه كده فوق الوش. عايزه تحطي زيت مفيش مشكله، عايزه تحطي زيت ومكعب كده زبده فوق الوش كده هتبقى جميله طبعا، بس انا بصراحه ما كانش عندي زبده، فايه اكتفيت بالسمنه. بس كده. خلاص خلصنا الغدا بتاعنا، ما اخدش اي وقت خالص. وعقبال ما الصينيه بتاعتنا دي تستوي، عملت شويه رز كده جنبها وخلاص. بصوا ما شاء الله شكلها لوحده حكايه اهو. خلاص استوت معانا. عايزه اقول لكم والله يا جماعه الريحه يعني مش قادره اوصف لكم، تحفه تحفه تحفه. التوابل بقى مع البطاطس مع الصدوق، لا لا يعني بصراحه جربوها. والبطاطس بتاعتنا هي استوت، بصوا ما شاء الله مرمله اهي. بصوا اهي.
بصوا شايفين بتتكسر اهي معانا في المعلقة. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. ان شاء الله تجربوها وهتعجبكم. الف هنا للي اكل والف هنا للي هياكل، والسلام عليكم.